اهلا بيكم في مراجعة جديدة. لو انت من الناس اللي بتشيل هم الكاش ومشاوير البنوك فانت فعلا عندك حق. المحفظة اللي بتتحط في جيبنا ومحطوط فيها فلوس دي بقت خلاص موضة قديمة، والنهاردة احنا في عصر الموبايل هو الكل في الكل. تخيل بقى انك ممكن تدفع فواتيرك، تشحن رصيدك، تحول فلوس لأي حد وانت قاعد بتشرب كوباية الشاي بتاعتك في البيت. النهاردة معانا تطبيق هيحللنا كل ده في ثانية. تطبيق جيب، من اسمه كده هو فعلا هيخلي كل معاملاتك في جيبك. فلو انت لسه بتنزل تقف في طوابير عشان تدفع نور ومية وبتشيل هم تحويل الفلوس، الفيديو ده معمول عشانك. ركز معايا عشان في تريكات في الابليكيشن ده بجد هتصدمك. ما تنساش، لو لسه مش اشتركتش في القناة اشترك دلوقتي وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك كل مراجعات الابليكيشن الجديدة. وخلينا نقول في الاول، تطبيق جيب محفظة الكترونية متكاملة تابعة لشركة ADH Financial. الفكرة مش بس انك بتدفع فلوس، الفكرة في المنظومة اللي عملوها في الابليكيشن ده. الابليكيشن ده واخد تقييمات ممتازة جدا، معدي المليون تحميل، وده معناه انه في ثقة كبيرة من الناس. واجمل حاجة بيشتغل عليها التطبيق ده انه مش محتاج حساب بنكي، انت محتاج رقم موبايلك لانه هو بقى عنوانك المالي الجديد. وتعالوا مع بعض خلونا نعد مميزات التطبيق ده اللي هتخليك تحمل التطبيق دلوقتي. اول حاجة، الواجهة. اول ما تفتح الابليكيشن هتحس بنظافة وتطور، مفيش زحمة ولا تعقيد، كل حاجة واضحة قدامك. تاني ميزة هتقابلك في التطبيق انك تقدر تدفع من خلاله فواتير الكهرباء، المية، الغاز، التليفون الارضي، الانترنت. مفيش فاتورة في مصر تقريبا الا وموجودة جوه التطبيق. خلينا كمان اقولك انك تقدر تشحن الرصيد لاي شبكة في ثانية، وكمان بدون مصاريف مخفية ومستفزة. اهم حاجة بقى ان التطبيق بيدعم بصمة الايد والوجه عشان يديك الامان العالي. يعني حتى لو موبايلك ضاع مفيش حد يقدر يلمس قرش واحد من غير اذنك. دلوقتي بقى احنا وصلنا لفقرة الاسرار والتركات المستخبية. ركزوا معايا في الدقيقتين الجايين عشان هقول لكم على تركات في التطبيق ده هتاخدكم مع التطبيق في حتة تانية. اول حاجة الQR كود. بدل ما تقعد تملي صاحب المحل رقمك ويغلط في رقم وتدخله في حوارات، افتح الQR بتاعك وهو يسكانه. المعاملة تخلص في أقل من 3 ثواني وبدقة 100% من غير أي أخطاء. تاني سر هقولك عليه هو خزانة العروض. في في خانة في التطبيق، خانة التنبيهات، دايما بينزل فيها أكواد خصم أو كاشباك، ودي بتبقى لفترة محدودة. لو تابعت الإشعارات ممكن تدفع فاتورة وترجع لك نسبة منها رصيد في محفظتك، يعني فلوس بترجع لك منها فلوس. كمان هقولك على سر عبقري في التطبيق ده. التطبيق فيه سجل معاملات عبقري، بيعرفك انت صرفت كام الشهر ده في الكهرباء وكام في الشحن، وده بيخليك تبقى وزير مالية لنفسك وتعرف فلوسك بتروح فين بجد. اخر سر هقولك عليه فعله في التطبيق هو الدارك مود او الوضع الداكن. لو انت من الناس اللي بتحب تعمل معاملاتك بالليل، التطبيق فيه وضع ليلي شيك جدا ومريح جدا للعين. فعله وانت بتستخدم التطبيق. في الاخر يا جماعة، تطبيق جيب مش مجرد تطبيق هيبقى على موبايلك ياخد مساحة وخلاص، ده وسيلة لراحة البال وتوفير المجهود. لو لسه ما استخدمتهوش فانت فايتك كتير جدا من الرفاهية الرقمية اللي بقينا فيها في 2026. حملوا التطبيق وجربوه في فاتورة واحدة بس، واكتبولي في التعليقات تجربتكم مع التطبيق، عجبتكم ولا طلع فيها سلبيات. وقولي في الكومنتات ايه اكتر حاجة بتعطلك وانت بتدفع فواتيرك. ما تنساش اللايك والشير عشان الكل يستفيد، واستناني في فيديو جديد.